الاهداف والصفر ولا مرة حصلت في تاريخ اللقاءات، لذلك متأكد أن الفرجة موجودة والأهداف مضمونة من الجانبين. يمشي كريستيانو رونالدو يخسر كرة، يطلب خطأ الحكم الإنجليزي الدولي القاضي مارك لاتنبرغ يقول العب جريزمان والدفاع، والكرة ترجع للفريق البرتغالي في الاوت، لأن زميمهم وزعيمهم وقائدهم مصاب. هذا هو فرناندو سانتوس، الرجل الذي لم تخسر معه البرتغال ولا ماتش، 13 مباراة 9 انتصارات و4 تعادلات. الرابعة عشر هي المطلوبة، قمر 14 الكاس الأغلى والغالي البرتغال. شوف الضربة باب فما إصابة، تخوف في رونالدو كم هي محظوظة فرنسا، إصابات الألمان وضرب الألمان وآخرهم بواتينغ، والآن يتضرب كريستيانو رونالدو اللي صار ب9 أهداف معادلا رقم ميشيل بلاتيني هداف تاريخي في اليورو. كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للكؤوس الأوروبية الأندية ب96 جول، الهداف الأسطوري للشامبيونز ليج نمبر 1 93 هدف. ومعلومة أخرى وفارقة في التاريخ، بالفوتسال، بالكرة النسائية، بكرة الشواطئ، بكرة الشباب والناشئين والأولمبيين، وكرة الكبار أندية ومنتخبات، رونالدو هو الهداف رقم 1 في تاريخ الاتحاد الأوروبي اليوفا، سجل 131 هدف. ما أروع الدون، ما أحلى كريستيانو لو يلعب بساق ونصف سيستكمل هذا اللقاء النهائي. إيريس إنجليزي عام 64 إسبانيا، الدب السوفيتي آرثور هولاند إنجليزي، وهذه المرة هي الثالثة بالتاريخ اللي حكم الفاينل في اليورو من الجود سيف ذا كوين. يا رونالدو على حدك العاثر وعلى حد فرنسا الكبير. فرنسا محظوظة غير عادية ضد الألمان، تضرب لهم 3-4 ألمان. هو اليوم رونالدو يبكي مثل عام 2004. في 2004 وكان يافع، عمره 17 سنة، خرج مهزوم مجروح مصدوم من فريق اليونان. اليوم في 16 دقيقة رونالدو يبكي لأنه قد يضطر للوداع في مباراة الفاينل. لأول مرة رونالدو ممكن يخرج في مباراة كبيرة ونهائية مصاب. هو يبكي، يريد الاستكمال، يريد كتابة التاريخ، يريد الحدث، ولكن هذه هي الإصابة والضرب من بايات. ورونالدو يقترب من المغادرة، صعب جدا أنه يكمل. المؤكد أنه حتى لو يبقى سيلعب تقريب واقف، سيلعب على كرة واثنين. ماذا حدثتك الفراشة يا ابن البرتغال، يا صاروخ ماديرا وكبير فونشال. فرناندو سانتوس الدم يخرج من وجهه، هو مرعوب كيف سيلتقي فرنسا بوجود الأساطير ومنهم رونالدو، فكيف سيلاعبها من غير الزعيم. 18 دقيقة لعب في الشوط الأول، التعادل أبيض وفرنسا الأقرب. كل الطرق تؤدي إلى الكاس، كل الطرق تؤدي إلى اللقب. كيف لهذه البطولة العجيبة خدمت فيها الظروف فرنسا، وكأن الظرف كان فرنسي يا سادة. كل الكبار واجهوا بعض. ألمانيا ضربت في إيطاليا بعد نزاحة سكوادرا إسبانيا. ألمانيا اصطدمت بفرنسا. فرنسا شامبيونز ليج، ورونالدو يعود. رونالدو يصر على العودة، ينسى آلامه، ينسى دموعه، ينسى همومه وأحزانه، ويريد أن يفرح شعب ال11 مليون. البرتغال ينتهزها، البرتغال تنتظر يدون. يرسم الكرة ريناتو سانشيز، حاد كرة طويلة، رونالدو خطيرة والتصديدة قريبة. يا البرتغال قادرة، البرتغال يا أدريان قادرة. الكرة من سيلفا كانت ترعب. غضب من كريستيانو رونالدو، صعب انه يكمل مباراة، مستحيل يكمل مباراة. فرناندو سانتوس اخذ المعلومة، ورونالدو يغادر القمة. هكذا هي كرة القدم. 24 دقيقة لعب في الشوط الأول، 0 البرتغال 0 فرنسا. يتركهم وهم في نتيجة التعادل
ولكن يتركهم بالرغم من العزيمة للدون. الجمهور البرتغالي يصفق ويتحسر ويتألم، وجمهور فرنسا في قرارة نفسه يعمل فيها فير بلاي، ولكن في الواقع في القلب ارتحنا منك يا رونالدو. هكذا لسان فرنسا ولسان احفاده فيكتور هيغو. وماذا ينطقون في السر؟ ترجع المباراة للعلانية، 24 دقيقة في قمة لاتينية. فرنسا 0 البرتغال 0. ما شفتش حد عاثر مثل البرتغال قدام فرنسا. نتبع الكرة من سنوات وسنوات، ما شفتش النحس متاع البرتغال كل ما تلعب فرنسا. نذكر انه في نصف نهائي 2084 في اليورو في الفيلودروم في مارسي 3-2 فرنسا في ماتش مثير. كان اللاعب دوميرغ 1-0 لفرنسا، ثم جورداو 1-1 الاسمراني جورداو 2-1 للبرتغال. المباراة في 114 ودوميرغ يعدل 2-2، وفي 119 بلاتيني 3-2. في يورو بروكسل 2000 2-1 نونو غوميش بادر بالتهديف للبرتغال، ولكن اوري عادل في الشوط الثاني، وزيدان في 117 سجل انتصار البرتغال بضربة جزاء في مونديال 2006 ضد الالمان. تضرب لهم 3-4 المان. هو اليوم رونالدو يبكي مثل عام 2004. في 2004 وكان يافع عمره 17 سنة، خرج مهزوم مجروح مصدوم من فريق اليونان. اليوم في 16 دقيقة رونالدو يبكي لأنه قد يضطر للوداع في مباراة الفاينل. لأول مرة رونالدو ممكن يخرج في مباراة كبيرة ونهائية مصاب. هو يبكي، يريد الاستكمال، يريد كتابة التاريخ، يريد الحدث، ولكن هذه الإصابة والضرب من بايات. ورونالدو يقترب من المغادرة، صعب جدا أنه يكمل. المؤكد أنه حتى لو يبقى سيلعب تقريب واقف، سيلعب على كرة واثنين. ماذا حدثتك الفراشة يا ابن البرتغال؟ يا صاروخ ماديرا وكبير فونشال. فرناندو سانتوس الدم يخرج من وجهه، هو مرعوب. كيف سيلتقي فرنسا؟ الأهداف وال0-0 ولا مرة حصلت في تاريخ اللقاءات، لذلك متأكد أن الفرجة موجودة والأهداف مضمونة من الجانبين. يمشي كريستيانو رونالدو يخسر كرة، يطلب خطأ. الحكم الإنجليزي الدولي القاضي مارك لاتنبرغ يقول العب جريزمان والدفاع، والكرة ترجع للفريق البرتغالي في الأوت، لأن زميمهم وزعيمهم وقائدهم مصاب. هذا هو فرناندو سانتوس، الرجل الذي لم تخسر معه البرتغال ولا ماتش. 13 مباراة، 9 انتصارات و4 تعادلات. الرابعة عشر هي المطلوبة، قمر 14 الكاس الأغلى والغالي يا البرتغال. شوف الضربة باب فما إصابة. تخوف في رونالدو كم هي محظوظة فرنسا. إصابات الألمان وضرب الألمان وآخرهم بواتينغ، والآن يتضرب كريستيانو رونالدو اللي صار ب9 أهداف معادلا رقم ميشيل بلاتيني، هداف تاريخي في وجود الأساطير ومنهم رونالدو. فكيف سيلاعبها من غير الزعيم؟ 18 دقيقة لعب في الشوط الأول، التعادل أبيض وفرنسا الأقرب. كل الطرق تؤدي إلى الكاس، كل الطرق تؤدي إلى اللقب. كيف لهذه البطولة العجيبة خدمت فيها الظروف فرنسا، وكأن الظرف كان فرنسي يا سادة. كل الكبار واجهوا بعض. ألمانيا ضربت في إيطاليا بعد نزاحة سكوادرا إسبانيا. ألمانيا اصطدمت بفرنسا. فرنسا شامبيونز ليج، ورونالدو يعود. رونالدو يصر على العودة، ينسى آلامه، ينسى دموعه، ينسى همومه وأحزانه، ويريد أن يفرح شعب ال11 مليون. البرتغال ينتزها، البرتغال تنتظر يدون. يرجع بالكرة ريناتو سانشيز، حاد كرة طويلة، رونالدو خطيرة والتسديدة قريبة يا البرتغال. قادرة البرتغال يا أدريان، قادرة. الكرة من سيلفا كانت ترعب. غضب من كريستيانو رونالدو،
صعب انه يكمل مباراة، صعب انه يكمل مباراة، مستحيل يكمل مباراة. فرناندو سانتوس اخذ المعلومة ورونالدو يغادر القمة. هكذا هي كرة القدم. 24 دقيقة لعب في الشوط الأول، 0 البرتغال 0 فرنسا. يتركهم وهم في نتيجة التعادل، ولكن يتركهم بالرغم من العزيمة للدون. الجمهور البرتغالي صفق ويتحسر ويتألم، وجمهور فرنسا في قرارة نفسه يعمل فيها فير بلاي، ولكن في الواقع في القلب ارتحنا منك يا رونالدو. هكذا لسان فرنسا ولسان احفاده فيكتور هيغو. وماذا ينطقون في السر؟ ترجع المباراة للعلانية. 24 دقيقة في قمة لاتينية. فرنسا 0 البرتغال 0. ما شفتش حد عارف اليورو. كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للكؤوس الأوروبية الأندية ب 96 جول، الهداف الأسطوري للشامبيونز ليج نمبر 1 93 هدف. ومعلومة أخرى وفارقة في التاريخ بالفوتسال، بالكرة النسائية، بكرة الشواطئ، بكرة الشباب والناشئين والأولمبيين، وكرة الكبار أندية ومنتخبات. رونالدو هو الهداف رقم 1 في تاريخ الاتحاد الأوروبي اليوفا، سجل 131 هدف. ما أروع الدون، ما أحلى كريستيانو. كريستيانو لو يلعب بساق ونصف سيستكمل هذا اللقاء النهائي. إليس إنجليزي عام 64 إسبانيا الدب السوفيتي. آرثور هولاند إنجليزي، وهذه المرة هي الثالثة بالتاريخ اللي حكم الفاينل في اليورو من الجود سيف ذا كوين. يا رونالدو على حدك العاثر وعلى حد فرنسا الكبير. فرنسا محظوظة غير عادية غير عادية غير عادية.